السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. كنت نزلت بوست كده عن الجنيهات البلدي، وإن هي أصلا مش مدموغة وعيارها واقع فمحشوشة يعتبر. فاكتشفت إن في ناس بقى على الجهة التانية، يعني في ناس بتسترخص، وفي بقى ناس تانية في الاتجاه الآخر. واخدين فكرة خالص عن أي حاجة واخدين فكرة غلط عن أي حاجة عيار 21. يعني قال لك كل حاجة 21 دي مش استثمار، دي مش ادخار. يعني بالنسبة لهم السبايك هي عيار 24، اللي هو عيار 999.9. فأنا عايز بس أقول إن لا، يعني عيار 21 زي عيار 24 في الادخار. انا هدي مثال على المنتجات في الشركه اللي انا موجود فيها، شركه سيريما جولد. هدي مثلا ان في الجنيهات جورج، الملك جورج الخامس. دي جنيهات عيار 21، نقاط 875، مدموغه مغلفه. طبعا سياسه سيريما جولد حاجه كده على هامش ان هي اصلا كاش باك بتاعها على الذهب مش على الغلاف. فممكن تفك الغلاف براحتك. تاني حاجه موجود كمان جنيهات مكه، دي برضو عيار 21. كمان موجود سبايك عيار 21. هتقولي هي السبائك فيها 21؟ هي مش السبائك 24 بس، لا. شركه سيريما جولد بتعمل سبائك عيار 21، ودي الميزه بتاعتها ان هي بتوفر اكتر لحضرتك وحضرتك بتشتريها. ليه؟ لان تكلفه التصنيع بتاعتها اقل من السبائك ال 24. مش بتحتاج المجهود ومش بتحتاج التصفيه اللي بتحصل لعيار 24. فبالتالي بتبقى مصنعيتها اقل من عيار 24، وبالتالي حضرتك بتشتريها بسعر اقل. فحضرتك ممكن تدخر جدا في عيار 21، سواء جنيهات ذهبيه نص جنيه ربع جنيه، او السبايك من اول 50 جرام لحد ال 50 جرام، 100 جرام، 250، 500 وهكذا. فالعيار 21 ممكن تدخر فيه زي عيار 24 بالظبط. ما تقلقش خالص، ويا رب اكون قدرت اصحح بس المعلومه دي. شكرا.